مع بداية ظهور الإنسان على الأرض كان عنده احتياج أساسي جدا، هو إنه يتواصل مع اللي حواليه. التواصل ده هو الأساس اللي اتبنى عليه كل تطور حصل في حياة البشر، من تعاون لمجتمعات لحد ظهور اللغات بالشكل اللي احنا نعرفه النهاردة. بس السؤال هنا، ازاي من تواصل بسيط جدا وصلنا لآلاف اللغات المختلفة؟ في الحقيقة مفيش لحظة محددة نقدر نقول فيها إن اللغة بدأت من هنا، لكن في نظريات بتقرب لنا الفكرة. يعني في رأي بيقول إن اللغة بدأت بشكل تدريجي جدا. الإنسان الأول كان بيعتمد على أصوات بسيطة أو إشارات، ومع الوقت الأصوات دي بدأت تتحول لكلمات وبعدها لجمل، وبقى في نظام لغوي كامل. وفي نظرية تانية بتقول إن الإنسان قلد أصوات الطبيعة اللي حواليه، زي صوت المية أو الرياح أو الحيوانات، وده ساعد في تكوين بدايات الكلمات. في كمان نظرية بتربط اللغة بالمشاعر، يعني أصوات تلقائية زي الألم أو الفرح أو الدهشة وتحولت مع الزمن لرموز لغوية مفهومة. المهم إن كل النظريات دي بتتفق في حاجة واحدة، إن اللغة ما جاتش فجأة، لكنها نتاج تطور طويل جدا مع الإنسان. بعد ما اللغة بدأت، السؤال الطبيعي ليه حصل الاختلاف؟ اللي حصل ببساطة إن البشر بدأوا ينتشروا في الأرض، كل مجموعة عاشت في مكان مختلف بظروف مختلفة وكانت معزولة عن غيرها، ومع الوقت اللغة بدأت تتغير بشكل طبيعي. النطق بيتغير، كلمات بتختفي أو بتظهر، ومعاني كمان بتتبدل. ومع آلاف السنين اللغة الواحدة ممكن تتحول لأكتر من لغة مختلفة تماما. وده اللي خلى عندنا النهاردة عائلات لغوية كبيرة زي السامية والهندو أوروبية، وكل واحدة فيها فروع ولغات كتير. أما من الناحية الدينية، اختلاف اللغات كان بيتشاف على إنه جزء من تنوع خلق الله للبشر، وبيظهر في القرآن الكريم كعلامة من علامات اختلاف البشر وتنوعهم. وكمان في روايات تاريخية ودينية حاولت تفسر فكرة تفرق البشر واللغات، وكان من أشهرها قصة برج بابل. قصة برج بابل بتظهر في روايات دينية وتراثية قديمة، مش بتعتبر حقيقة علمية مثبتة، لكنها قصة تفسيرية لفكرة اختلاف اللغات. القصة بتقول إن البشر زمان كانوا مجتمعين في مكان واحد بيتكلموا لغة واحدة، وكان عندهم قدرة كبيرة جدا على التعاون. في المرحلة دي قرروا يبنوا برج ضخم يوصل لارتفاع عالي جدا كرمز للقوة والطموح والوحدة. ومعنى برج يوصل للسماء هنا مش المعنى الحرفي، لكنه رمزي بيرمز لمحاولة الإنسان للوصول لأقصى درجة ممكنة من البناء والقوة. وأثناء البناء، على حسب الرواية يعني، حصل شيء مهم جدا، بدأ التواصل بين الناس يضعف، وبقوا يتكلموا بطرق مختلفة، فكل مجموعة بقت مش قادرة تفهم التانية. والنتيجة إن المشروع توقف، والناس بدأت تتفرق في الأرض، وكل مجموعة استقرت في مكان، ومع الوقت طورت لغتها الخاصة. وبكده بقت القصة رمز لتفسير اختلاف اللغات وتفرق البشر. علميا بقى الموضوع بيكون مختلف تماما، مفيش لحظة مفاجأة بيحصل فيها تغير للغات. اللي حصل هو انتشار البشر جغرافيا، وانعزال مجموعات عن بعضها، وتغير اللغة تدريجيا مع الزمن. ومع آلاف السنين ظهرت لغات مختلفة تماما. في سياق الحديث عن اللغات، في بعض الروايات التفسيرية اللي بتذكر نبي الله إدريس عليه السلام، وإنه كان عنده علم واسع بلغات أو لهجات متعددة، وإن ده كان مرتبط بقدرته على التواصل مع أقوام مختلفة في الدعوة والتعليم. ومن اللغات اللي ليها مكانة كبيرة جدا في الصورة دي هي اللغة العربية. اللغة العربية بتنتمي لعائلة اللغة السامية، ودي عائلة لغوية قديمة جدا، جذورها بترجع لشبه الجزيرة العربية ومناطق من الشرق الأدنى، وبتضم لغات تانية زي العبرية والآرامية والأكدية. اللغة العربية ما ظهرتش مرة واحدة بشكلها المعروف، لكنها مرت بمراحل طويلة من التطور عبر الزمن. في نقوش وآثار قديمة بتشير لوجود أشكال من اللغة العربية أو اللهجات قريبة منها من آلاف السنين، ومع مرور الوقت بدأت تتكون لهجات عربية مختلفة في مناطق متعددة. وقبل الإسلام بفترة كانت العربية وصلت لمرحلة نضج لغوي واضح، وظهر فيها الشعر الجاهلي كلغة قوية ومنظمة ومعبرة جدا. ومع نزول القرآن الكريم حصل تثبيت قوي لشكل العربية الفصحى، اللي بقت المرجع الأساسي للكتابة والتدوين. لو جمعنا الصورة كلها مع بعض هنلاقي إن اللغة بدأت بشكل بسيط جدا مع الإنسان، ومع الزمن والتفرق الجغرافي حصل تنوع لغوي كبير. في روايات دينية زي برج بابل بتشرح الفكرة بشكل رمزي، وفي روايات تراثية عن سيدنا إدريس عليه السلام بتربط بين العلم والتواصل، وفي لغات زي العربية ليها تاريخ طويل جدا ضمن التطور ده. لكن في النهاية التفسير العلمي الأقرب هو إن اختلاف اللغات نتيجة طبيعية لتطور الإنسان وانتشاره عبر الزمن. اللغة مش حاجة ثابتة، دي كيان حي بيتغير مع الإنسان والمكان والزمن،
ومن أصوات بسيطة جدا في البداية وصلنا لآلاف اللغات اللي بنشوفها النهاردة. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة من برين بايتس بودكاست. كنت معاكم آية عفيفي. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة قريب.